موت يا حمار. عاجبك كده؟ اهو الحمار زعل. طب انت فقدت الامل، عايز الحمار ده يموت ليه؟ بيقولك ان كان في ملك عايش في قصر كبير وعنده بستان كبير حلو قوي. فجأة لقى حمار اقتحم البستان بتاعه وقعد ياكل في الزرع اللي فيه لحد ما بوظ شكله خالص. طبعا الملك اتضايق جدا وامر الحراس بقتل الحمار. واحد بقى من اللي كانوا موجودين وحضروا الواقعة دي قالوا للملك طب وايه ذنب الحمار؟ تقتله ليه؟ انا عندي فكرة احسن، انا هعلمه الاتيكيت ونضمه للحيوانات بتوعنا، بس على شرط تديني مهلة 10 سنين أعلم فيها الحمار، وكمان تديني قصر كبير أعيش فيه وفلوس كتير كمان. الملك وافق، بس قال له أنا كمان عندي شرط، لو ما قدرتش إن أنت في ال10 سنين دول تعلم الحمار ده أنت رقبتك هتطير بداله. الراجل وافق وقام جري على مراته علشان يقول لها الخبر السعيد ده. مراته أول ما سمعت الحكاية دي قلقت جدا، قالت له هو أنت هتعرف تعلم الحمار؟ وكمان محدد له مدة. الراجل قال لها يا ستي ما تقلقيش، مين عارف بعد 10 سنين هيحصل إيه؟ ما يمكن الحمار يموت ويمكن الملك يموت ويمكن انا شخصيا اللي اموت. ساعتها قالت له موت يا حمار. بس تفتكروا هي كان قصدها انهي حمار فيهم؟